مقارنه على مين يكسب، سامسونج وريدمي. فئه ال 10000 جنيه معانا ريدمي نوت 14 8 و256، وسامسونج اي 16 8 و256. هنقول مع بعض الفروقات اللي بينهم بسرعه. تمام. الريدمي نوت 14 ياتي معاك ببطاريه 5500 امبير، السامسونج الاي 16 ياتي معاك بطاريه 5000 امبير. هنا الشاحن في الاي 16 25 واط، والشركه بتنزل لك كابل بس تشتري البلاج على حسابك ب 300 400 جنيه. طب هنا الشاحن 45 واط، والشركه بتديك هنا الشاحن كامل، مش بتشتري اي حاجه. تمام. بالنسبه للكاميرات، هنا الكاميرا في الريدمي نوت 14 كاميرا خلفيه 108 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل. اما هنا بقى الكاميرا معاك بتفرق، الكاميرا معاك 50 ميجا بكسل خلفيه واماميه 8 ميجا بكسل. بالنسبه للمعالج، المعالج في الريدمي نوت 14 ميديا تك هيليو جي 99 الترا. في السامسونج الاي 16 برضه ميديا تك بس اقل منه بالنص، ميديا تك هيليو جي 99. هنا ميديا تك هيليو جي 99 الترا. تمام. هنا البصمه في الشاشه وهنا البصمه في الجنب. تمام. هنا الشاشه امولود محترمه جدا بس 90 هرتز. 90 هرتز طبعا هي بدقه 1080 في 2400 بجوده فول اتش دي. طبعا هنا الشاشه برضو امولود بس هنا معدل التحديث 120 هرتز برضو 2400 بدقه 2400 في 1080 بجوده فول اتش دي. هنا الشاشه تكسب في ايه؟ بمعدل تحديث 120 هرتز وهنا بمعدل تحديث 90 هرتز. ايهما افضل؟ انا بالنسبه لي مفيش كلام، طبعا اللي يكسب بامتياز الريد نوت 14. انت شايف ايه من وجهة نظرك؟ اكتب لي رايك في الكومنت يهمني، وما تنساش اهم حاجه، صلي على النبي.